مين هي جي كي رولينج؟ أو المعروفة بمؤلفة أفلام هاري بوتر. هي روائية وكاتبة ومنتجة أفلام، وأول مليارديرة في العالم من الكتابة. اسمها الحقيقي جوانا رولينج، بس النجاح ده كله ما جاش من فراغ، وهنعرف في نهاية الحكاية هي اللي اضطرت تغير اسمها. الموضوع كله بدأ لما كانت بتعاني من اكتئاب وهي صغيرة بسبب ان مامتها وباباها انفصلوا عن بعض. بس دي ما كانتش المشكلة الوحيدة اللي بتعاني منها جوانا. فترة مراهقتها كانت فترة صعبة جدا، وكانت بتعاني من التنمر في المدرسة، والموضوع كان أسوأ لما خلصت مرحلة الثانوية وجت تقدم على الجامعة اللي كان نفسها فيها واترفضت. بس جوانا كان عندها حلم ومش بتنساه أبدا، وهو إنها تبقى كاتبة روايات مشهورة. جوانا كانت بتعاني من القلق في فترة مراهقتها بسبب إن مامتها كانت مصابة بمرض خطير. بعد ما اتخرجت جوانا من الجامعة سافرت البرتغال، وكانت حابة وقتها إنها تشتغل مدرسة إنجليزي، وده ساعدها أكتر في الكتابة لأنها أتقنت القواعد اللغوية الإنجليزية. وبعد فترة من وجودها في البرتغال اتجوزت وخلفت بنت، بس للأسف جوازها فشل وجوزها كان بيعنفها، فاضطرت انها تتطلق. فاتطلقت وهي معاها طفل كمان عاطلة عن العمل ومش قادرة تصرف عن نفسها، فاضطرت انها ترجع بريطانيا. وبعد ايام قليلة من وجودها في بريطانيا سمعت خبر وفاة مامتها، فدخلت في مرحلة اكتئاب شديدة للمرة التانية. في الفترة دي كانت عايشة هي وابنها عالة على اختها، لحد في يوم من الايام وهي راكبة القطر وراجعة البيت جات لها فكرة كتابة رواية عن ولد صغير عايش في عالم سحري، ودي كانت الشرارة بتاعتها عشان تخرج من الاكتئاب. بدأت تكتب الرواية، ولما خلصتها أخيرا بدأت تروح لأماكن نشر وطباعة علشان تنشر لها روايتها. بس المفاجأة إنها اترفضت من 12 دار نشر، كلهم شايفين إن دي مجرد رواية تافهة وملهاش أي لازمة ومحدش هيشتريها. بس هي ما يأستش، فضلت جوان تدور على دار نشر تقبل روايتها لحد ما لقت دار نشر صغيرة، والدار دي وافقت إنها تنشر لها روايتها. بس يا ترى السبب كان ايه؟ الحقيقة ان السبب بنت صاحب دار النشر دي كانت طفلة عندها 8 سنين، وقرت شوية من قصة جوانا وعجبتها جدا، ففضلت تزن على باباها ان هو يوافق ينشرها لها. فوافق على القصة وهو متقدر، بس شرط على جوانا شرط، وهو إنها لازم تغير اسمها لاسم راجل، بحجة إن الناس مش بتحب تقرأ لكاتبين ستات. فطبعا جوانا ما كانش قدامها حل غير إن هي توافق، فوافقت وسمت نفسها جي كي رولينج. وكان أول جزء نزل من قصة هاري بوتر كان باسم هاري بوتر وحجر الفيلسوف، واتنشر منها 1000 نسخة بس، وكانت معروضة بسعر رخيص جدا. وبعكس ما الكل اتوقع من الرواية دي، فهي نجحت نجاح مذهل وبدأت تتشهر، والناس بقت عايزة منها أجزاء. وتحولت جي كي رولينج من واحدة متطلقة وفقيرة ومش عارفة تصرف على نفسها ولا على ابنها وعايشة عالة على أختها، لست أغنى وأشهر من ملكة بريطانيا شخصيا. وبقت الروائية الأعلى أجرا لدرجة إن روايتها اترجمت لأكتر من 80 لغة واتباع لها أكتر من 500 مليون نسخة. انت متخيل يا مان؟ نتعلم ايه بقى احنا من القصة دي؟ انت ممكن ما تكونش قادر تغير الظروف اللي جيت فيها ولا المكان اللي اتولدت فيه، بس انت قادر تغير مستقبلك. الفشل مش معناه نهاية الطريق، الفشل معناه انك تجرب اكتر، عشان اكيد وقت معاناتك قرب ينتهي.